متحور جديد بكورونا لا تعرف ملامحه على وجه الدقة ترجح الجهات الصحية دخوله للبلاد، ولا يفرق المواطن في النجف بينه وبين الإنفلونزا، وسط مطالبات بضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد بمخاطر الGN1 الجديد. اليوم بعد نشر دائرة الصحة للمتحور الجديد مال كورونا، يجب على دائرة الصحة بالنجف أن تنشر وتوعي الناس على المتحور الجديد حتى ما يصير مثل ما صار بكورونا السابق. يعني نتمنى من عندهم أن يسوون دورات توعية للمواطنين، أنه يحثوهم على الالتزام بالوقاية. أطلب من الصحة أن التوعية وبالأخص اللي عن مدات تنعاد علينا مع شغلة كورونا، واللي اهتمام بالمدارس والدوائر الحكومية. دائرة صحة النجف أكدت أنها لم تسجل بمؤسساتها الصحية أي حالة بمتحور كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها مستعدة لأي طارئ، وأن جميع الفحوصات واللقاحات متوفرة لديها، فيما تعول على وعي واحتراز المواطن لتجنب الإصابة بالفيروس. نظرا لإعلان منظمة الصحة العالمية عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا، وهو الذي هو JN1، المتحور الذي سجلت بعض الحالات في المنطقة، اليوم وزارة الصحة اتخذت إجراءات بخصوص هذا المرض، وهذه الإجراءات منها هي الوقاية، أخذ اللقاح لفيروس كورونا. لا توجد لحد الآن أي حالة سجلت في محافظة النجف من هذا المتحور الجديد. ويرى مختصون أن عدم تمييز المواطن بين الكورونا والإنفلونزا مثار قلق جدي، مع تحذيرات من دخول قوي للمتحور ما لم يتم اتخاذ تدابير صحية وقائية كإجراء الفحوصات الخاصة بكورونا. من النجف، محمد الغالبي، وان نيوز.